ياما عدينا بمواقف صعبة ومواقف رخمة، عدينا بعلاقات مؤذية، وفي الآخر خالص اتدمرنا ورحنا لركن كلنا حافظينه في أوضة مفيش حد فينا مش عارفها، الأوضة الضلمة. حاولنا نطلع ومعرفناش، عشان كده النهاردة لسه باقي كلام. عدينا كتير بمواقف صعبة ومواقف رخمة، علاقات دخلناها وكسرتنا، لحد ما روحنا لركن كلنا حافظينه في أوضة مش غريبة علينا، الأوضة الضلمة. قعدنا هناك فترة طويلة واحنا متدمرين ومكسورين، وحاولنا نطلع معرفناش. فالنهاردة جايين ندردش شوية، احنا ممكن نطلع ازاي من الأوضة الضلمة. لازم نبص، لأن حياتنا رحلة، حياتنا مش محطة واحدة، محطات كتيرة جدا. لأن حياتنا مش المحطة اللي احنا اتكسرنا فيها بس. لو احنا أدركنا كده إن الحياة لازم يبقى فيها الوحش عشان نشوف الحلو بتاعها، الدنيا في التخطي هتبقى أسهل بكتير. وانت بتبص على اللي حصل لك، بص على الموضوع من بعيد، ما تبصش عليه من هو رحلة. وانت بتبص على اللي حصل لك، بص على الموضوع من بعيد، ما تبصش عليه بان هو موقف بس حصل لك ودمر حياتك. بص على حياتك قبل، وبص على حياتك ممكن تبقى ازاي بعد. اعرف ان هي مش محطة واحدة انت هتقف عندها وخلاص، هي محطات كتيرة، ومحطة بتسلم محطة. وافتكر ان الأوضة الضلمة هي محطة قبل كده رحت بعديها لمحطة منورة وزي الفل، فالمرة دي هتخرج منها زي ما خرجت كل مرة. الحاجة التانية، بعد ما تبص لحياتك ان هي رحلة، هيبتدي صوت جواك يقولك لا، ما انت كنت غلطان من الاول. عجبك كده؟ عجبك الأوضة الضلمة اللي احنا قاعدين فيها دي؟ ادي نفس الركن اللي انت حافظه كل مرة، اديك رجعت له. ما انا قلتلك من الاول، قلتلك من الاول ما تخشهاش، قلتلك من الاول انت غلطان وهي كده كده خسرانة. انت ليه قررت ان انت تسوق فيها وتعند وتكمل في حاجة انت عارف انها كانت هتخسر من الاول؟ مش قلتلك هتسيبك؟ قلتلك من الاول البنت دي هتسيبك، بس انت مسمعتش كلامي. الصوت ده سكته، وطبيعي جدا اي فترة انت حاسس فيها بان انت متضايق جدا، هتبتدي تفتكر كل الحاجات وكل العلامات اللي كانت قدامك بس انت ما شفتهاش. واهم حاجة في الفترة دي ان انت تسكت الصوت ده، لان ده الصوت اللي ماسكك. هو صوت بيوهمك ان هو ما كانش عايزك تدخل الأوضة الضلمة، بس هو ده الصوت اللي فعلا لازقك في الأوضة الضلمة. لما تبص على الموضوع كله من الأول للآخر وتكتشف ان انت غلطان، ترجع تبص على الموضوع من بعيد وتكتشف ان الحياة رحلة لازم تغلط فيها، وتسكت الصوت اللي جواك ده. ساعتها انت ممكن تبتدي لخطوة تحسنك اكتر، تبتدي تبص على الموضوع بواقعية وحيادية شديدة. تعمل ايه؟ تبص اللي عندك دلوقتي، ومش معنى ان انت تبص اللي عندك دلوقتي ان انت تنسى تبص على اللي انت خسرته. هتبص على الاتنين، هتبص على اللي كان عندك واللي دلوقتي عندك واللي في النص انت خسرته. لما تبص على ده هتبتدي تعرف فعلا انت فين، تبتدي تشوف. ففرضا ان انت لو دخلت في علاقة مؤذية، العلاقة المؤذية دي انت خرجت منها من غير الشخص المؤذي اللي كان موجود، ولكن انت بتحبه، فدي حاجة انت فعليا خسرتها. بس انت دلوقتي عندك صحابك موجودين، بس خد بالك في النص انت خسرت شوية من صحابك. مش شرط يكون الشوية دول بني ادمين، انت خسرت جزء من صحابك اللي كانوا موجودين. خسرت منهم ان هم يقولولك كل مرة تعالى ننزل، خسرت منهم ان هم يسألوا عليك باستمرار. فده اللي ممكن تكون خسرته في نص الرحلة. انت تقدر تقيم نفسك،
شوف في النص اللي خسرته ايه، بس شوف برضو انت عندك ايه واللي ممكن تسترجعه واللي خلاص راح. في حاجات بتروح وما بترجعش، بس في حاجات بتروح وممكن ترجع، وده اللي تركز عليه. لما تسكت الصوت اللي جواك وتبص على الصورة من بعيد وتبتدي تشوف عندك ايه فعلا، تبتدي تعرف مكانك على الخريطة فين. ولما تعرف مكانك على الخريطة هتقدر تحدد كويس قوي الاحساس اللي جواك ده ايه. هل ده احساس غيظ لان الشخص اللي قدامك اذاك، ولا ده احساس زعل ان هو مشي؟ هل ده احساس حنين للشخص اللي فات، ولا ده الادراك ان انت كنت في علاقة مؤذية رهيبة وان انت كنت بتضحك على نفسك؟ اول لما تبص على الحتة دي هتدرك الاحساس اللي عندك. ولما تدرك الاحساس اللي عندك انا مش عايزك تهمله، لان احنا شفنا مليون حد اهمل الاحساس ده بعد ما وصله وخرج من الاوضه الضلمه بيمثل ان هو كويس، ولكن مع اول كلمه تمس الموضوع من بعيد ومع اول لمسه اتكسر مليون حته. لما توصل للاحساس ده هاته لحد اخره واعرفه كويس واحفظه كويس عشان قدام تعرف تتكلم عنه. الأوضة الضلمة رحلة، والأوضة الضلمة سخيفة جدا، دي حاجة محدش يختلف عليها، بس كلنا في الآخر خالص بنخرج من الأوضة الضلمة. وأنا عايزك لما تخرج من الأوضة الضلمة مش تخرج وما ترجعلهاش تاني، بس تخرج منها إنسان سليم 100%. فهي رحلة اتكلمنا عن نصها، بس لسه باقي كلام.